السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه الشيوات الباهيه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جديده، وهي هاد لافوغي نوار اللي في الصراحه كتجي هائله وخفيفه وبمواد جد اقتصاديه. هكذا كتكوني حضرتي شي حاجه في البيت ديالك، يعني كتجي احسن ملي كناخذوها من الباتيسري. انا غنقطع لكم باش تشوفوا، كتجي مشربه وزوينه. نتمنى في الصراحه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الاهل والاحباب. انتما كيما كتشوفوا كتجي معتبره. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش ديروا لايك وتعليق واشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. خليكم معايا في الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله غندوزو المقادير. عندي هنا 3 ديال البيضات في حجم متوسط دائما على درجه حراره المطبخ. عندي هنا سكر حبيبات سنيده، 2 اكياس من خميره الحلوى من وزن 16 غرام، معلقه كبيره مملوءه بالكاكاو. عندي هنا فاني سائل مع واحد رشه ديال الملحه. عندي هنا الحليب 7 ديال المعالق، بالاضافه 7 ديال المعالق ديال الزيت. عندي هنا الدقيق نوعيه ممتازه. غندوز للطريقه. في اناء وضعت هاد البيض، غنضيف عليهم 7 ديال المعالق الحليب. كما كتشوفوا ان المعلقه كبيره، غنعبر بها جميع هاد المكونات. غنضيف عليها 7 ديال المعالق كبار ديال الزيت، زيت نباتيه. غناخذ الطراب الكهربائي وغنطرب هذا البيض مزيان حتى يتكاتف ويضاعف الحجم ديالو. ما غنوقفش الطراب. نتوما كما كتشوفوا ان البيض تغير اللون ديالو ولا على شكل كريم. دابا غنضيف 7 ديال المعالق ديال السكر دائما بنفس المعلقه. غنضيف هذا الرشه ديال الملح لتصحيح الذوق. غنخفق البيض المره الثانيه دون توقف. انا هنا كنسرع لكم الفيديو. هنا كنكون حصلت على هذا الشكل، ان هذا البيض ديالنا تكاتف ورجع اللون ديالو ابيض. غنضيف عليه معلقه صغيره من فاني سائل، يمكن لك تعوضيه بالساشي ديال الفاني. هنا غنضيف 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق اللي كيكون عندي مغلبل، وغنغلبلو المره الثانيه هكذا باش كينجح معنا الخليط وكيجي خفيف. دابا خديت الطراب اليدوي، كنعاود نخفق مره اخرى يعني من الفوق لتحت وغير بشويه. هنا غير مسرع لكم الفيديو. غنضيف 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق المره الثانيه، يعني هنا عندي في المجموع 6 ديال المعالق ديال الدقيق. انا عبرت لكم يعني في المجموع 6 ديال المعالق. غنحاول نطرب جميع هاد المكونات غير بشويه بهاد الطراب اليدوي هكذا باش ما نطيحوش داك البيض اللي كنا خفقنا المره الاولى. يعني غير بشويه بشويه. دابا غنضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو، يعني عندي في المجموع 7 ديال المعالق ما بين الدقيق والكاكاو. غنضيف عليهم 2 اكياس ديال خميره الحلويات كما قلت لكم من وزن 16 غرام. كنحاول نغربل هاد الخميره باش ما يبقاوش هاد الحبيبات ويضيعوا لنا الخليط.
هكذا غنجمع هاد المكونات كامله باش ما تبقاليش التكتلات ديال الدقيق. كما كتشوفوا انا كنحاول ندخل هاد الدقيق في هاد المكونات يعني غير بشويه. كنكون حصلنا على هاد الخليط خفيف، يمكن لك تحكمي فيه يعني كيف بغيتي. دابا الخليط ديالنا جاهز. ملي كتهزي الطراب انك كتلقاي على شكل خيط. انا هنا كتبت به 8. يمكن لك تكتبي باي حاجه باش تعرفي الخليط ديالك انه جاهز. دابا خديت 3 ديال الزلايف ووزعت فيهم هذا الخليط يعني بالتساوي، نفس القياس عندي هنايا ديال الزلايف. غنحاول نملئهم بنفس القياس. دابا انا ملئتهم ب3 كما كتشوفوا ان نفس القياس اللي درت فيهم. غناخذ الطنجره، يعني هاد الطنجره كنستعملها بزاف ديال السيمانات في هاد الكيك، انها كتنجح معنا في هاد الوصفه ديال الكيك. يمكن لك تاخدي مقله غير لاصقه. انا هنا دهنتها بشويه ديال الزبده وفرشت ليها الورق ديال الزبده وضعتها على نار مهيله. فرغت فيها الزلافه الاولى كما كتشوفوا. انت كتحاول تهزي يدك بشويه. غنحاول نوزع الخليط بجميع هاد الجوانب ديال هاد الطنجره. خديت هنا منديل وغطيتها هكذا باش نتفادى دوك القطرات اللي كينزلوا من الغلاقه ديال الطنجره انهم ما يخسروناش الكيك ويفزقوه. نتوما كما كتشوفوا استعملت منديل على هذا الشكل. ودابا ها الكيك ديالنا وجد، يعني ما كتاخذناش الوقت بزاف، تقريبا واحد 4 دقائق حتى ل5 دقائق على نار مهيله. كنكون وضعت واحد الشريط طويل من ورق ديال الزبده هو اللي كيساعدني باش نهز هاد الكيك. كما كتشوفوا انها طايبه يعني بحال طايبه في الفران. هكذا كنحاول نهزها غير بهذا الشريط وكنوضعها فوق منديل باش ما تعرقش لينا الكيك. هانتوما شوفوا كيف دايره خفيفه واسفنجيه. فرغت الزلافه الثانيه فوق الطنجره يعني بنفس الطريقه اللي استعملت في النوبه الاولى. غنستمر على هذه الطريقه. دابا ها الكيك ديالنا وجد على شكل جينواز. نتوما كما كتشوفوا ان هذا الكيك خفيف، وهاد الورقه اللي وضعنا في الطنجره انها كتساعدنا باش ما يلتصقش لينا الخليط في الطنجره، يعني كيتحيد بكل سهوله. دابا انا حضرت من هذا الخليط 3 ديال طبقات ديال الكيك او بديل جينواز. كنكون خدات الكريم ديالي كنكون حضرته من قبل. يمكن لك تحضري اي كريم كتعتمدي عليه وكتفضليه. انا هنا استعملت الكريم شونتيي اللي كنت حضرته من قبل. دابا غناخذ القهوه سريعه الذوبان. كنكون غليتها مع تقريبا واحد الكاس ديال الماء وضفت ليها واحد المعلقه ديال السكر سنيده. هكذا غنشرب بها هاد الكيك. كما كنعرفوا ان الكاكاو كيتواتى مع القهوه. كنحاول نشربها مزيان. كنستمر على هاد الطريقه. دابا خديت الكريم ديالي مونطيت هاد لي كيك ديالي ب3. في هاد المرحله خديت واحد 150 غرام ديال الشوكولات اللي كنكون ذوبته على حمام مائي. فرغته في هاد البلاستيك فوق سطح العمل يعني قبل ما يذوب. كنحاول بسرعه انني نفرغه باش ما يذوبليش هكذا في وسط الزلافه. كنسرحو على هاد الشكل. يعني انا وضعه هنا غير فوق بلاستيكه. يمكنلك توضعيه في الورق ديال الزبده. انا هنا استعملت بلاستيك غذائي. غنحاول نرد عليها يعني الطرف الاخر ديال البلاستيك. غناخذ مدلك غنحاول نسرح هاد الشوكولات كامل على هاد الشكل
يعني باش غنكون حصلت على هاد البلاكيطه ديال الشكلاط من بعد ما كتكون بردات. خديتها قطعتها يعني طرفات عشوائيا من بعد ما كنكون مونطيت هاد لافوري نوار، وكنزينها هكذا في الجوانب، يعني الباقي ديال الشكلاط كنوضعو في الوسط ديال هاد الكيك. هكذا كنكون حصلت على هاد الفوري نوار اللي بصراحه كتجي زويونه وبمواد جد اقتصاديه، يعني غير ب6 ديال المعالق ديال الدقيق هكا كتكوني حصلتي على هاد الحلوه. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو اخر ان شاء الله.